اي نادي غير الاهلي ما كانتش هتتحسب طرد. لا ما كانتش هتتحسب. امم طبعا ما كانتش هتتحسب. ليه؟ لان عندهم حسابات، ما انا لسه بقول لك اهو، لان فيها حسبه. هو يقلق يعني، يفكر مليون مره قبل ما يحل، يعني عشان يطرد حد من الاهلي لازم يكون اللعيب ده، بص، لازم يكون في حاجه، يعني ما يقدرش يعمل فيه حاجه، يعني مستحيل ياخد قرار ثاني مختلف. لكن طالما في حاجه فيها شك بين الانديه، يعني حاجه 50-50، مستحيل يحسبها للنادي الثاني، مستحيل. انا ما بتكلمش على بيراميدز، انا بتكلم على اي نادي ثاني. مفهوم. اصحوا يا جماعه، موسم هاني سعيد ابتدى. موسم هاني سعيد ما بيبدأش الا مع مطوشة الاهلي بس. يعني هاني سعيد طول السنه اتظلم من اي فريق ما بتسمعش صوته. هاني سعيد في مطوشة الزمالك بيتظلم وبيتحسب عليه حاجات ظلم، برضه ما بتسمعش صوته. هاني سعيد ظابط الموجة بتاعته على مطوشة الاهلي بس. هو ده من الاخر اكل عيشه، مرتبه اللي بيقبضه من بيراميدز على كده. طول السنة بيبقى نايم وبيجي يصحوه على ماتشين الاهلي، ساعة الدور الاول اصحى يا كابتن هاني، وساعة الدور التاني اصحى يا كابتن هاني، اطلع بقى في القنوات واطلع صرخ واطلع صوت، واحنا مضطهدين واحنا بنتحارب والاهلي بيتجامل وهكذا. طول السنة لا تشوفه ولا تسمع صوته. خلاص مشهد اصبح متكرر واصبح متعودين عليه، فخلاص نمرتك يا كابتن هاني اصبحت نمرة محروقة. طيب تعالى برضو نحاول ان احنا نرد عليك شوية بالمنطق. انت بتقول ان لو كانت الكورة على الاهلي ما كانش هيطرد، لكن اي نادي تاني لازم يطرد. طب يا كابتن هاني، من 3 سنين بالظبط نفس المباراة الاهلي وبيراميدز، نفس الملعب استاد القاهرة، نفس الحكم محمود البنا، ونفس الشوط الاول، وكورة اتعملت من عمرو السولية، وعمرو السولية خد طرد مباشر. الاول محمود البنا اداله انذار، الفار استدعاه، خرج بره، رجع لغى الانذار وطرد عمرو السولية في الشوط الاول، والاهلي كمل المباراة عادي يا كابتن هاني ولعب. فانت كلامك حتى وانت بتقوله مش مظبوط. قبل ما تطلع على الهوا وقبل ما تهاجم في نقطة يبقى ذاكر التاريخ. ده مش تاريخ مثلا من 20 سنة ولا مش من 10 سنين، ده من 3 سنين بس. نفس الموضوع حصل مع عمرو السولية وعادي، والحكم نفس الحكم اللي هو محمود البنا طرده عادي. انا بس ان انت بتستنى ماتش الاهلي ده اكل عيشك علشان تطلع تقول اي كلام، علشان تداري على فشل، تداري على حاجة. ان الاهلي في اضعف حالاته وعنده غيابات كتير ولاعيبه مصابة ولاعيبه سابت الفرقة زي كهربا وبيرسي تاو، وانت عندك سكواد بسم الله ما شاء الله، فالكل قال ان لازم بيراميدز يكسب. فانت للأسف فشلت واتعادلت مع الاهلي بالعافية كمان، لان الاهلي لولا ضربة الجزاء بتاعت امام عاشور كان الاهلي كمان خرج كسبان. واحد يقول لك اصل ب10 لعيبه، طب وايه يعني؟ هو اي نادي او منتخب في العالم لما بيبقى 10 لعيبه ما بيكسبش؟ ما احنا شفنا امثله كتير عبر التاريخ ب10 لعيبه وبتكسب. ده كمان المصيبه ان هو كان 10 لعيبه ومتقدم في اول الشوط الثاني 2-0. يعني انا اقدر امن واقدر اقفل دنيتي والعب على المرتدات واكسب كمان 3-1. ممكن الاهلي من الضغط بتاعه يجيب جون، وانا استغل اي مرتده بقى عن طريق صديق اجولا، عن طريق ابراهيم عادل، عن طريق مصطفى فتحي، اقدر اخلص الماتش خالص. لكن الاهلي زنقك في الشوط الثاني، ولولا سوء الحظ كان الاهلي خرج فايز، وهو الاهلي في اسوأ حالاته، وهو الاهلي عنده نواقص كتير جدا. فنفسي بصراحه كده تشغل العقل شويه يا كابتن هاني، عشان يعني زهقنا بجد من النمره بتاعتك. كل ماتش اهلي نفس الموضوع. طب انا عايز اقول حاجه، يوم الجمعة الجاية ان شاء الله بإذن الله بيراميدز هيلعب الزمالك. هل بقى لو حصل خطأ تحكيمي عليك من الزمالك هنطلع نسمع صوتك زي ما بتقعد تصدعنا في كل القنوات بتاعت مطوشة الاهلي؟ اشك، لان السنين اللي فاتت حصلت اخطاء ضدك من مطوشة الزمالك وما سمعناش صوتك. انت متبرمج بس على مطوشة الاهلي، مش عارف ليه عندك غل وحقد وكره اتجاه الاهلي بطريقه يعني غير عاديه، بعيد عن بيراميدز كمان. يعني انا ما اعرفش انت ازاي في يوم من الايام كنت في ناشئ الاهلي ولا بتلعب في الاهلي. ده انت عندك كميه حقد غريبه. يا ريت تراجع نفسك وتشوف نفسك بعد كل المباريات، وتشوف نفسك بعد مطوشة الاهلي عشان تفهم احنا بنتكلم ليه.
كل حاجه التحكيم واحنا بنتحارب، واحنا يا راجل ده انت ماتش زد كسبان بجون اوفسايد ومحدش اتكلم. يا راجل ده جون اوفسايد على مرأى ومسمع من الجميع ومحدش فتح بقه عادي، محدش بيركز. فاتمنى يا كابتن هادي كده يا هاني تركز في الكوره وتركز في فرقتك وتشيل الاهلي من دماغك خالص. في النهايه بحب اشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.